السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على أحلى مشاهدين ليا. أنا النهاردة جيت أعمل لكم عصير من عصير رمضان. بسم الله ما شاء الله. جبت يوستفندي وعملت لكم عصير. اللي بيشتغل يجي ياخد بس معلقة كده منه ويحطها في كوباية مية ويشربها. بسم الله ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جبت كيلو ونص من السفندي، وهو طبعا مال الدنيا دلوقتي، والكيلو ب10 جنيه، حاجة يعني لا تذكر بالفلوس. أول حاجة عملتها بها مسكت السفندي بتاعنا قشرته زي ما انتوا شايفين. وبعد ما قشرته، يا إما تفصصوه يا إما تقطعوه بالسكينة زي ما انتوا عايزين، دي حاجة ترجع لكم انتوا. خلاص كده ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده رحت جايبه الخلاط بتاعي، ورحت حاطه فيه السفندي اللي احنا فصصناه. وبعد منها بروح اجيب كوبايه من السكر. السكر ده على حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين تحطوه. انا حطيت كوبايه من السكر عشان بعد كده اطلعه واحطه على طول في كوبايه الميه. وبعد منها بروح حاطه عشان السفندي يمشي معايا في الخلاط. بروح جايبه ربع كوبايه من الميه عشان السفند مبقاش تقيل على سكينة الخلاط. واجيب ليمونتين 2 على الكيلو ونص السفندي. بعد منها ضربنا السفندي بتاعنا، ورحنا ماسكين المصفى بتاعت القمرايه، ورحنا مصفيين السفندي بتاعنا. اللي وصل معايا لحد هنا يا جماعه يعمل لي لايك وشير، وانا القناه بتاعتي تكبر بيكم. ربنا يخليكم ليا باذن الله. طبعا هتقولوا لي يا ما السفنجة كده هيمرر. لا، مش هيمرر، عشان احنا ضربناه. وانا لما جيت اضربه ضربته، ما ضربتوش وفرمت البذر في السفنجة، لا. انا مسكت الخلاط ضربته فيه مرتين اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا البذر عامل ازاي سليم زي ما هو، ما اتضربش. ما تطحنوش قوي. بعد ما صفيته بروح اجيب علبه قمرايه من بتاعتي، واقوم حاطه فيها السفندي بتاعنا زي ما انتم شايفين. واروح واخداه ومدخلاه وحطاه فين، حطاه في الفريزر. وانا طبعا تاني يوم الصبح رحت جايباه دلوقتي زي ما انتوا شايفين، ورحت حطاه طلعته. ورحت هوريهولكوا دلوقتي بقى عملنا ازاي. جبت كوبايه من الكوبايه بتاعت القمرايه، وشلت معلقتين من السفندي بتاعنا اللي احنا تلجناه في الفريزر، وحطيته وهحط عليه ميه ونشربه بالهنا والشفا. بس دي كانت وصفتي النهارده، ودي حاجه سهله وبسيطه جدا. والحق سفندي قبل ما يروح وهو رخيص كده، اعملوا لكم كام علبه وحطوها في الفريزر علشان خاطر رمضان. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم بالف خير يا رب، وعلى الامه الاسلاميه. واكتبوا لي بقى، قولوا لي ايه رايكم في العصير اللي انا عملته. واستنوني في وصفه جديده هعمل لكم العناب مع الكركديه مع التمر هندي. خلاص ماشي. واشوفكم في وصفه جديده باذن الله من مطبخ ونوعات ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.